السلام عليكم ورحمة الله. كلنا من واحنا صغيرين كان نفسنا يبقى عندنا عربية حتى لو بسيطة جدا وتأدي الغرض، ولكن في نفس الوقت مسؤولية كبيرة عليك خصوصا لو لسه مبتدئ. أنا فاكر أول مرة فتحت فيها كبوت عربية وشفت المنظر المعقد اللي قدامنا ده، اتخضيت من منظر السلوك والحاجات الكتيرة اللي داخلة في بعضها، وتروح للفني يحدد لك العطل ويفك كل ده ويركبه تاني بمنتهى السهولة. وكل ده طبعا مع التدريب والممارسة، مش لازم بالدراسة فقط. فعلى قد ما المنظر يبان قدامك معقد وصعب، على قد ما هو بالممارسة والفضول انك تعرف كل حاجة هيسهل عليك الموضوع، وما تبقاش علاقتك بالسيارة عبارة عن مجرد انك تشغلها تروح بيها مشوارك وترجع تركنها وانت ما تعرفش عنها حاجة غير انك شاطر في السواقة فقط، وبتلاقي نفسك بعد كده بتتحط في مواقف صعبة ومش عارف تتصرف. وانا هنا مش بتكلم عن الاعطال فقط، انا بتكلم عن التعامل مع السيارات بصفة عامة في كل حاجة، وده اللي هنتكلم فيه مع بعض. في البداية كده هعرفك باختصار بعض الأجزاء الأساسية في السيارة، وكيفية التعامل في الإصلاح والصيانات، وحتى الاستخدام الصحيح للسيارة، الأعطال والإشارات اللي بتظهر على شاشة التابلو، اللي في منها عادي لو ظهرت، وفي منها لو ظهرت تبقى في خطورة، ازاي تبيع وتشتري السيارة سواء مستعملة أو جديدة، ازاي تفحصها بنفسك وتحدد سعرها، السيارة الجديدة ازاي تستلمها من المعرض وطريقة استخدامك ليها وهي جديدة، ازاي تتعامل مع التوكيل او مع المراكز والورش الخارجية في الصيانات الدورية، اهم حاجة تفحصها في سيارتك يوميا قبل ما تتحرك، واهم المعدات الاساسية اللي المفروض تكون موجودة معاك في سيارتك. وهنتكلم حتى عن التراخيص اللي بتعملها في إدارة المرور او الكترونيا او عن طريق سيارات التراخيص المتنقلة، وحاجات تانية كتير مهمة هنتكلم عنها باختصار. وكل ده اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده في فيديوهات منفصلة موجودين في قائمة هسيبها لكم آخر الفيديو وفي أول تعليق، شوف اللي انت محتاجه منهم واتفرج عليه. ولكن النهاردة هتكلم عن كل ده باختصار في فيديو واحد كمعلومات عامة لازم تبقى عارفها سواء لسه هتشتري أو معاك سيارة بالفعل. فطول بالك وتابع معانا الفيديو للآخر، بإذن الله هتستفيد بكل كلمة هنقولها. بس ما تنساش في البداية تشترك معنا في القناة لو مهتم بعالم السيارات، لأنك هتلاقي كل ما يخص عالم السيارات موجود في القناة، ولايك للفيديو لو عجبك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السيارة بتتكون من مجموعة أجزاء كتيرة، كل جزء فيهم ليه وظيفة محددة، وبيشتغلوا كلهم مع بعض في نظام عمل متكامل ومستمر علشان تاخد أفضل أداء من سيارتك. الأجزاء دي بتنقسم لأجزاء ميكانيكية وأجزاء كهربائية وأنظمة التعليق والتوجيه أو العفشة. الأجزاء الميكانيكية في الغالب عملها مرتبط بطبيعته بالمحرك، زي مثلا الجير بوكس أو ناقل الحركة، وده عبارة عن مجموعة تروس مختلفة السرعات، وظيفته إنه بيبقى وسيط بين المحرك وبين العجل، بياخد القوة أو العزم اللي خارج من المحرك وبينقله للعجلات حسب السرعة أو النقلة اللي انت ظابط عليها الجير بوكس في السيارات المانيوال. أما في الأوتوماتيك فهو بينقل السرعات لوحده. متركب في المحرك ترمبة مية أو مضخة مية علشان تقلب المية اللي في المحرك وتوصلها للريداتير، والريداتير ده عبارة عن جسم معدني متركب في مقدمة السيارة علشان يبرد حرارة المية ويدخلها للمحرك في دايرة مغلقة ومستمرة، وبالتالي يحافظ على حرارة المحرك في المعدل الطبيعي. علشان كده لو مضخة المية فيها تآكل في الريش بتاعتها مش هتقلب المية كويس، وبالتالي هتلاقي المحرك بيسخن عن المعدل الطبيعي على الرغم من عدم وجود نقص في مستوى المية. وطبعا استخدامك لسائل تبريد مخصص ويكون أصلي هيحافظ على دورة التبريد بالكامل من الصدى والتآكل. موجود في السيارة كمان مجموعة فلاتر، ومن اسمها يتعرف وظيفتها: فلتر البنزين لتنقية البنزين الداخل للمحرك من الشوائب، فلتر الهواء لتنقية الهواء الداخل للمحرك من الأتربة، وهكذا باقي الفلاتر. أما الأجزاء الكهربائية زي البطارية والدينامو، ودول بيمدوا السيارة بالكهرباء والطاقة. ومن الأجزاء الكهربائية اللي موجودة صندوق الفيوزات الخارجي والداخلي، والفيوزات دي بتمرر التيار الكهربي اللي جاي من البطارية وبتوصله لأجزاء السيارة. كل جزء بيكون ليه قيمة فيوز مختلفة علشان لو حصل قفلة أو التيار الكهربي زاد عن حده الفيوز يتحرق ويمنع مرور التيار الكهربي، وبالتالي بيحمي أجزاء السيارة من التلف. الأجزاء اللي بتوصل عليها الفيوزات زي الأنوار الخارجية والداخلية ومكيف السيارة والكاسيت وزجاج الأبواب وكل وحدات التحكم. أما أجزاء العفشة أو نظام التعليق زي مثلا المساعدين والسوست والبطاحات والمقصات، ودي عبارة عن أجزاء بتشتغل مع بعضها علشان تزود ثبات وتماسك السيارة وتمتص الصدمات والمطبات اللي موجودة في مختلف الطرق
وبتديك راحة أثناء القيادة. موجود في السيارة كمان مجموعة حساسات، وكتير من الناس ما ياخدش باله منها لأن حجمها صغير، زي حساس الأكسجين وحساس الهواء وحساس الحرارة والزيت. وده على سبيل المثال. وظيفتهم باختصار إن طول ما السيارة شغالة فبتراقب أي عطل أو خلل، وبتنبه السائق عن طريق لمبة فحص المحرك. وهنا بتحتاج إنك تحط السيارة على جهاز كشف أعطال لمعرفة السبب. الأجزاء الميكانيكية والكهربائية شغالين مع بعض في تناغم مستمر، وبيتحكم فيهم كمبيوتر رئيسي، وده العقل المدبر والمنظم لكل العمليات الميكانيكية والكهربائية. أي حاجة بتعملها في السيارة فالكمبيوتر متحكم فيها وبيسجلها، ولو في أي مشكلة بينبهك وبينقلها لك عن طريق لمبات البيان اللي موجودة في شاشة التابلو عندك. الشاشة عندك فيها 4 ألوان للمبات التحذير. اللمبات دي تقدر تتعامل معها كده زي إشارات المرور. اللمبات اللي باللون الأزرق أو الأخضر دي معناها إن كل حاجة عندك ماشية طبيعية، زي الأنوار الأمامية أو نور الكشاف العالي. اللمبات اللي باللون الأصفر بتنبهك إن في مشكلة أو خلل موجود عندك، ولكن تقدر تمشي بالسيارة وتكمل مشوارك، بس أدائها ممكن ما يبقاش طبيعي. العزم مش كويس أو بتستهلك بنزين كتير، فبتنبهك إنك تفحص سيارتك في أقرب مركز صيانة. أشهرهم طبعا لمبة المحرك تشيك انجن، أو لمبة ABS، أو لمبة الدركسيون، أو لمبة البنزين لو ناقص. أما لو ظهرت لمبة باللون الأحمر فهنا لازم توقف السيارة فورا لأن في خطورة. وأشهرهم لمبة الزيت ولمبة الحرارة ولمبة الفرامل ولمبة البطارية أو الدينامو. بتوقف السيارة وبتنزل تفحص مستوى الزيت. لو لمبة الزيت هي اللي منورة بتفحص مية التبريد وبتسيب العربية تبرد لو لمبة الحرارة هي اللي منورة، وهكذا بتعمل مع لمبة الفرامل والبطارية. دول أهم وأخطر إشارات باللون الأحمر. وزي ما قلنا تتعامل مع اللمبات التحذيرية زي إشارات المرور. لون أخضر يبقى كل حاجة تمام، لون أصفر انتبه وافحص في أقرب وقت، لون أحمر لازم توقف فورا. الفحص الشبه يومي اللي بتعمله للسيارة أهم حاجة فيه إنك تفحص كل السوائل اللي موجودة عندك. مية التبريد بمجرد النظر هتعرفها إذا كانت ناقصة ولا مظبوطة. زيت الفرامل برضه هيتفحص بمجرد النظر. وبصفة عامة أي قربة فيها سوائل بيبقى مكتوب عليها كلمتين أو علامتين بالحد الأدنى والأقصى لمستوى السائل، يعني السائل ما يزيدش وما يقلش عن العلامتين دول، يبقى بينهم. أما زيت المحرك فبتسحب المقاس وبتشوفه مظبوط ولا ناقص، وبرضه عن طريق علامتين يعرفوك الحد الأدنى والأقصى لمستوى الزيت. دول أهم حاجة عندك تفحصهم، المية والزيوت. أنا طبعا بتكلم باختصار لأن كل ده اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده، وأنا عارف إن الفيديو طول شوية، بس اصبر معانا لأن في حاجات قلناها ممكن تبقى أنت عارفها، بس في حاجات أكتر من الممكن معلوماتك عنها تكون بسيطة أو ما تعرفهاش. بالنسبة للصيانات الدورية فخلي بالك علشان في فرق بين الإصلاح وبين الصيانات. الإصلاح عبارة عن جزء حصل فيه عطل وبتصلحه، أما الصيانات عبارة عن قطعة أو جزء عمره الافتراضي قرب ينتهي فبتغيره قبل ما يتلف ويعطل وتتراكم عليك الأعطال. الصيانات الدورية طول ما انت محافظ عليها السيارة عندك هتبقى شغالة بدون مشاكل وبأفضل أداء واستهلاك للبنزين. لو السيارة جديدة بتتعامل مع التوكيل علشان تستفيد بالضمان وتحافظ عليه. لو خلصت فترة الضمان هتتعامل خارج التوكيل، وهيبقى معاك جدول الصيانات عشان تعملها في ميعادها، ويبقى معاك جدول فاضي بتسجل فيه أي قطعة بتغيرها. بتكتب اسم القطعة وتاريخ اليوم وعدد الكيلومترات اللي السيارة عملته علشان تبقى عارف انت مشيت على القطعة دي قد ايه وتغيرها في ميعادها بناء على جدول الصيانات اللي معاك. هتعمل صياناتك عند أي مركز أو ورشة صيانة أو أي ميكانيكي سيارات فاتح جنب البيت عندك. ممكن تسأل صديق ليك أو تسأل الناس اللي في المنطقة عندك عن ورشة عمل أو فني يكون شاطر وسمعته كويسة، هيعمل لك صياناتك كلها بتكلفة وفي وقت أقل من توكيلات السيارات اللي بتصرف وبتضيع فيها وقت كبير. الصيانات اللي تقدر وعندك الإمكانيات تعملها بنفسك اعملها، وده موجود عندنا هنا في القناة واليوتيوب مليان كتير. اللي ما تقدرش تعمله بنفسك هتروح لفني متخصص علشان عنده معدات ومكان مهيأ للصيانة، ولأن في حاجات بتحتاج مكان ومعدات وظبطة معينة ما تقدرش تعملها بنفسك، ولأن مش مطلوب منك بالضرورة إنك تعرف تصلح بنفسك، على قد ما هو مطلوب منك إنك تعرف المشكلة اللي عندك وإزاي تتصرف معاها وتبقى فاهم وعارف اللي بيحصل ومحدش يستغلك. عود نفسك لو هتسافر وعندك صيانة هتعملها يبقى تعملها قبل ميعاد سفرك بأسبوع أو 3 أيام على الأقل، علشان لو في أخطاء وارد إنها تحصل من الصيانات تقدر ترجع للفني وتحلها قبل ميعاد سفرك،
وتجنب انك تعمل اي صيانة يوم سفرك او قبل سفرك بيوم، علشان لو حصل اخطاء هتتورط تورطة كبيرة على الطريق انت في غنى عنها. بما انك بتمتلك سيارة فلازم يكون على تليفونك ارقام الورشة او الفني اللي بتتعامل معاه، علشان لو حصل اي عطل مفاجئ وانت على الطريق تتواصل معهم لحل المشكلة. لازم يبقى معاك ارقام ونش انقاذ في المدينة بتاعتك، ولو بتسافر كتير يبقى معاك كمان ارقام لونش انقاذ في المدينة اللي بتسافر ليها، علشان كلنا معرضين لأي مشكلة مفاجأة ممكن تحصل، فبتكسب وقت وبتتواصل مع أقرب ونش إنقاذ للمكان اللي انت فيه، لأن المسافة بتفرق في الوقت والتكلفة، ولأنك في الظروف دي بتبقى متوتر ومش قادر تفكر، فلازم تبقى عامل حسابك لأي ظرف ممكن يحصل لا قدر الله. خلي معاك أرقام محلات قطع الغيار بدل ما تلف على رجلك وتسأل على قطعة معينة، وعلشان للأسف أغلبهم بيبيعوا بأسعار مختلفة جدا، فاسأل في أكتر من مكان قبل ما تشتري، ودي حاجة بقولها لك عن تجارب شخصية. شنطة السيارة عندك بيكون فيها الكوريك ومفتاح الإطارات والعجل الاحتياطي، انت بتضيف عليهم من عندك بعض المعدات المهمة اللي في الصورة قدامنا، علشان لو حصل مشكلة تتصرف بيها، أو على الأقل لو مش عارف تتصرف ولقيت حد يقدم لك مساعدة فيلاقي معدات يقدر يساعدك بيها، وصدقني أحيانا بتفرق في حاجة بسيطة جدا. وهتضيف كمان على الحاجات دي على الأقل لتر زيت محرك ومياه تبريد، علشان لو في نقص في المية أو الزيت تبقى عامل حسابك. دي الحاجات المهمة والضرورية اللي تخليها في شنطتك. لو عايز تزود أي حاجة تاني زي الكمبروسر أو منفخ الإطارات أو غيرهم ده هيبقى أفضل بالتأكيد. لو ناوي تشتري سيارة مستعملة فخد وقتك على الآخر وما تستعجلش، انت مش كل يوم هتشتري عربية، وأهم حاجة في المستعمل بصفة عامة انك تشتري السيارة حالتها تبقى كويسة وعدد كيلومترات قليل واستخدام شخصي، وده عندي أهم من نوع العربية أو ماركتها. انت ممكن تشتري السيارة إمكانياتها بسيطة جدا وعلى قدها بس حالتها ممتازة جدا، وممكن تشتري حاجة إمكانياتها عالية بس للأسف حالتها سيئة جدا وكل يوم أعطال وهتصرف عليها كتير، وده عن تجربة شخصية، فخلي بالك من حالتها علشان ترتاح، وده أهم من نوعها. أما لو بتشتري سيارة جديدة فأنت هنا مش قلقان من حاجة، لأنها لسه زيرو ومعاك ضمان لعيوب الصناعة. وحاول على قد ما تقدر وانت بتشتري جديد ما تكلفش نفسك أكتر من إمكانياتك المادية واحتياجاتك اللي انت عايزها من السيارة، علشان لسه في عندك بعد كده مصاريف الترخيص والصيانات الدورية أو أي حاجة ممكن تحصل لا قدر الله، فتقدر تغطي مصاريفك وما تضايقش على نفسك، وكلهم في الآخر هيأدوا نفس الغرض. وخلي بالك في فحص بسيط بتعمله للسيارة الجديدة وفي متعلقات بتستلمها مع السيارة، فلازم تراجع على كل ده قبل ما تستلم، لأن أحيانا بتحصل مشاكل فلما تكتشفها في وقتها حلها بيبقى أسهل من اكتشافها بعد ما بتخرج من المعرض. ده غير ان السيارة الجديدة ليها استخدام معين في مرحلة التليين، خصوصا في فترة ال1000 كيلومتر الأولى، والحاجات دي كلها اتكلمنا عنها بالتفصيل هسيبها لكم في قائمة الفيديوهات. آخر حاجة بالنسبة لتراخيص المرور، النهاردة بتقدر تجدد رخصتك إلكترونيا على أكتر من موقع، وهسيب لكم الروابط في صندوق الوصف، وبتجيلك الرخصة لحد البيت، وده في حالة ان السيارة ملهاش فحص. أما لو لها فحص فلازم تروح إدارة المرور علشان تفحصها على الطبيعة، أو تعملها عن طريق سيارات المرور المتنقلة، بتبقى مكيفة وخدمتها ممتازة، ودي بتبقى موجودة في الأماكن العامة لأغلب المحافظات. بتفحص وبترخص في نص ساعة بالكتير، وبتدفع فرق مصاريف زيادة من 300 ل 500 جنيه تقريبا، ومش بتحتاج مستندات وانت رايح غير بطاقتك الشخصية ورخصة السيارة القديمة وشهادة مخالفات، وتستخرجها من أي مكتب بريد. ونصيحتي ليك في الآخر، بعد ما بتشتري السيارة ما تحاولش تسمع لأي حد سلبي يكرهك في العربية أو في نوعها. اشتري صح واعمل صياناتك في مواعيدها واستمتع بسيارتك واحمد ربنا عليها. هيظهر أعلى الشاشة حالا قائمة فيديوهات للمبتدئين، اتفرج عليها إن شاء الله تكون بفايدة. أتمنى أكون وصلت معلومة. لو الفيديو عجبك لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.